السلام عليكم. انتشرت في الآونة الأخيرة في برامج التواصل الاجتماعي مثل هذه المقاطع التي تثلج الصدر، والتي تثبت للعالم بأن مجتمعنا ولله الحمد لا زال في خير. فمثل هذه المقاطع موجودة منذ القدم، لكنها ما أخذت حقها في الانتشار في برامج التواصل الاجتماعي، حتى ظن الأعداء وظن ضعاف النفوس بأن مجتمعنا قد انسلخ من دينه، انسلخ من عاداته وتقاليده بسبب ما ينشر في برامج التواصل الاجتماعي من مقاطع سيئة لا تمثل سوى الأشخاص الذين يقومون بها. أما مثل هذه المقاطع فهي كثيرة ولله الحمد، لكنها لم تأخذ حقها في الانتشار. لذلك يجب علينا نشر مثل هذه المقاطع التي تعكس صورة إيجابية عن المجتمع وعن أبناء المجتمع. فمثل ما نشوف أبنائنا وبناتنا، رجال ونساء، كبار وصغار، يتزاحمون على أبواب المساجد في مختلف مناطق المملكة. فمثل ما قال الفاروق عمر قبل 1400 سنة: أميت الباطل بالسكوت عنه. الواحد يحرص على نشر الأشياء الجميلة، الأشياء الجيدة، أما الأشياء السيئة فلا يحرص على نشرها، لأننا إذا نشرناها قد ينطبق علينا قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تحياتي للجميع.